الحكيم. اللهم إني أتبرأ إليك من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. أما بعد، مشاهدي الأكارم، ما زلنا نقرأ في كتاب الحج من صحيح البخاري ونقارنه بالسيرة النبوية العطرة. وقبل أن نبدأ في الشرح أحب أن أعلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي في سننه والإمام أحمد في مسنده. الدارمي في مسنده والإمام أحمد في مسنده أيضا. والحديث له أيضا شواهد من حديث أبو هريرة عند الترمذي، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد، ومن حديث عبد الله بن عمر. وهو حديث عظيم يبين أن هذه الأيام العشر هي من أفضل أيام الدنيا، وعلى المرء أن يجتهد في تقديم أي عمل صالح فيها. ويرد سؤال، وهو أن الجهاد في سبيل الله من الأعمال الصالحة، فما المقصود حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله يعدل العمل الصالح في هذه الأيام؟ أي ولا الجهاد في سبيل الله الذي يقدم في غير هذه العشر، فإنه لا يصل مرتبة أي عمل صالح في هذه العشر. وهذا فضل الله يؤتيه للأزمان والأمكنة والأوقات. لكن إذا نحن درسنا الموضوع، لماذا كانت هذه الأيام فاضلة إلى هذه الدرجة، بحيث أن أي عمل صالح فيها يبلغ هذه المرتبة العالية؟ نجد عدة أمور، منها أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل من سماء إلى السماء الدنيا إلا في هذه العشر، وبالتحديد يوم عرفة. هذا النزول ربما هو الذي أكسبها هذا الفضل العظيم. وفي هذه العشر يحصل فيها الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الحج، الذي من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالحج يكفر كل شيء، حتى الكبائر والصغائر وكل الذنوب والخطايا. كذلك لعلها تميزت هذه العشر بكثرة ذكر الله، لأن الحاج إذا خرج يحج فإنه يكثر من ذكر الله بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ولما نتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقهم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. إذن ذكر الله هو أفضل الأعمال التي تقدم في غير هذه أيام العشر، فكيف حينما يكون في هذه العشر؟ فلا شك أنه هو أفضل الأعمال عند الله. وفيما يخص بالصيام فلا شك أنه من الأعمال الصالحة، لكن ورد خلاف بين أهل العلم: هل صام النبي صلى الله عليه وسلم هذه العشر جميعها؟ الجواب: ورد فيه حديث أسماء وهو حديث ضعيف، وورد فيه حديث
عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند مسلم وأعله الإمام الدارقطني، ولكن كتاب الإمام مسلم تلقته الأمة بالقبول، فبالتالي حديث عائشة هو الأرجح. والصواب أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر كلها، وإلا لما كان من تذكيره عليه الصلاة والسلام بصيام يوم عرفة فائدة. فصيام يوم عرفة هو الذي يشرع ويحرص عليه كثيرا، لأنه يكفر السنة الماضية والقابلة. فمن صام في هذه الأيام فلا حرج، فإن في ذلك أجر كبير وأجر عظيم، فهو من الأعمال الصالحة. هكذا قال. والذي يؤكد لك أن الصيام من الأعمال الصالحة المهمة في هذه الأيام أن جميع الأئمة هؤلاء، ومنهم أبو داود والترمذي وابن ماجه وكذلك الدارمي، كلهم ذكروا هذا الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن، من حديث عبد الله بن عباس في كتاب الصوم. جميعهم ذكروه في كتاب الصوم، وكأنهم يحثون الناس إلى الصيام. وبلا شك أن الصوم من الأعمال الصالحة، لكن لا نستطيع أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر. طبعا هم يقولون صام العشر تجوزا، وإلا المقصود بالعشر 9 أيام، فاليوم العاشر هو يوم عيد لا يجوز صومه، هكذا يقولون. صام العشر يعنون به 9 أيام. الخلاصة أننا نقول يعني يجوز صوم يوم 9 من هذه الأيام، ومن صام يوما أفطر يوما هو الحقيقة أقرب إلى السنة، أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو أن يصوم الاثنين والخميس منها، هو أقرب إلى السنة النبوية. أما أن يصوم 9 سردا فليس من السنة في شيء، والعلم عند الله، وإن كان يجوز ذلك والله تعالى أعلم. على كل حال، هذه الأيام أيام خير وبركة، نجتهد فيها في العبادة من قراءة القرآن والصدقة والصلاة والحرص على صلاة الجماعة والإكثار من ذكر الله، خاصة قول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. قال الإمام البخاري بسندي إليه قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال: قده بيده، قده بيده. باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكرهه في الطواف قطعه. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع بيوم النحر، قبل حجة الوداع يوم النحر، في رهط يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. باب إذا وقف في الطواف. وقال عطاء: في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه، إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه. ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال اسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل.
لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى ابن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد وصلى عمر رضي الله تعالى عنهما خارجا من الحرم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا مروان قال حدثنا مروان ابن أبي بكر مروان يحيى بن أبي زكريا العساني عن هشام عن عروة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت. باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذي طوى. قال حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة رضي الله عنها: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال حدثنا الحسن بن محمد هو الزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حبيب قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز: ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر. ويخبر أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. باب المريض يطوف راكبا. قال حدثني إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. باب سقاية الحاج.
قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. لحظة لو تكرمتم. قال حدثنا عبد الله بن الأسود قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى سقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني. قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون يعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في زمزم. وقال عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أنس بن مالك كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. قال جبريل لخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال جبريل. الحديث مرة أخرى. قال الإمام البخاري وقال عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أنس بن مالك كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج السقف وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا. قال جبريل لخادم السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال جبريل. الله أكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قال الإمام البخاري حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. باب طواف القارن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار فقال إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمته. فقال قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ثم قال أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير فقيل له إن الناس إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك، فقال قد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسول الله أسوة حسنة، إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حج مع عمرتي، وأهدي هديا اشتراه بقديد، ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الطواف على الوضوء. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله تعالى عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله تعالى عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله تعالى عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة. وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة، أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية حتى كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن
قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة، إن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. سنتوقف هنا إن شاء الله في باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين. شكرا لكم مشاهدي الأكارم، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل أيضا من الحجيج حجهم، وأن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. على نهج الرسول لنا مسير، وعند الله للساعي مصير. شغلنا عن طريقك يا حبيبا.